الصحة غالبا كنربطوها بالصحة الجسدية فقط. انا ما مريضش صافي، ولكن الصحة راها اكبر من انها تكون فقط هذا العنصر الوحيد. اليوم غادي نشارك معكم المفهوم الصحيح للصحة اللي معروف بالويلنس ويل. الويل هي العجلة والويلنس هي الصحة ولا هي العافية. فالصحة عندها أبعاد، وهذا الشيء خاص يكونوا واعين به جميع الناس باش يقدروا يعيشوا واحد الحياة متوازنة. لأنه إذا ما كانش هذا التوازن، إذا ما كانش واحد الوعي بهاد الدائرة وهاد العناصر كاملة، ديما غتبقى ناقصك شي حاجة ولا ما غاديش تكون بخير، ولكن ما عارفش المشكل فين كاين. فالمكونات ديال هاد العجلة غنسميها الدائرة. كاين كيف قلت بزاف ديال العناصر. هاد العناصر هما الصحة الجسدية، الصحة العقلية، العاطفية، الروحانية، الاجتماعية، البيئية والمالية. الجانب الجسدي أو البدني الوعي فيه كيكون من خلال عدة جوانب: شنو كناكل، شنو كنشرب، وبالتالي شنو كندخل للجسم ديالي. ومن بعدها كاين شنو كندير، واش كندير رياضه ولا لا، وبالتالي الحوايج اللي غادي ندير باش نتهلا في الصحه ديالي والجسد ديالي ويبقاو خدامين مزيان. الجانب الروحي ولا الروحاني كيطلب منا اننا نكونوا على اتصال بالجانب الروحاني ديالنا، وهنا كيدخلوا العبادات والعلاقه ديالنا مع الخالق. واش كنصلي، واش كنعبد الله، واش كندير الفرائض، واش كنتجنب النواهي، واش كندير الذنوب، واش كندير الخير لمرضاة الله ولوجه الله، وغيرها من الامور. في الجانب العقلي هنا كنعرف باش كنغذي العقل ديالي. كاين بزاف ديال الناس فاش كيسمعوا غذاء العقل كيتفكروا فقط الكتوبه. لا، ولكن ما كاينش فقط غير الكتوبه. الكتوبه جزء مهم، ولكن كاين فاش كنتفرج، لشنو كنسمع، الافكار اللي كيناقشوها الناس اللي كنجلس معاهم، وكل حاجه كتدخل لعقلي خاص يدار لها واحد التحليل واش مزيانه ولا لا، وخصوصا ديك الافكار اللي كنتبناها وكنبدا نناقشها مع راسي. الجانب العاطفي حتى هو مهم في حياتنا، وخاص يكون واعي بالمشاعر ديالنا الايجابيه وحتى السلبيه. خاصنا نعرفوا علاش كتغير، شنو كيكون السبب في انها تغيرات، وكيفاش نتعلم منها ونتحكم فيها. كاملين كنسمعوا الاستروجين، تستوستيرون، دوبامين، ادرينالين، وهادو كاملين افرازات هرمونيه كيطراو بسبب العاطفه والمشاعر ديالنا. فخاصنا نفهموا هذا الشيء ونتصالحوا معاه باش نكونوا اناس حسن ونعيشوا بطريقه صحيحه، لاننا كنعطيو حتى لهذا الجانب الحق ديالو. دابا نجيو للجانب البيئي، والجانب البيئي راه كنعني به البيئه ديالي انا. فباش يكون هذا الجانب مزيان خاصني يكون عندي واحد الوعي بالبيئه ديالي وشنو فيها وننسجم معها، او انني نلقى واحد العناصر في هذه البيئه اللي غنقدر ننسجم معها. وهنا راه خاصني ديما نبقى مركز مع التاثير ديال داكشي اللي محيط بيا عليا. شنو الحوايج الزوينه والحوايج الخايبه اللي كيعطيني، كيفاش كيأثر على نهاري، كيفاش كيدوز، وحتى لينيرجي والمود ديالي كيفاش كيكون. دابا نبت للجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي هو علاقاتي الاجتماعيه، العلاقه ديالي مع عائلتي الصغيره والكبيره، العلاقه ديالي مع صحابي، الناس اللي كيخدموا معايا، الناس اللي كنتعامل معاهم، الجزار، السيرفور، مول الحانوت، جميع الناس اللي كنتعامل معاهم. وبطبيعه الحال خاصك تعرف التاثير ديالك انت وديال هاد الناس عليك، على الانرجي ديالك، على الاحاسيس ديالك، على الوقت ديالك، وعلى الافكار ديالك، واي حاجه اخرى بانت لك ديالك رد ليها البال. دابا وصلنا للنقطه الاخيره اللي هي الجانب المالي. خاصنا نعرف واش راني مرتاح ماديا ولا لا، شنو هما الاخطاء الماليه اللي درت ونتعلم منها، وشنو ندير باش نطور الجانب المالي ديالي، واش عندي باش نستثمر، فاش غادي نستثمر اصلا. هادشي كامل في الاخير الهدف ديالو هو انه يكون عندنا واحد التوازن في الحياه ديالنا، وبالتالي ما نركزوش على جانب واحد ونكونوا هملنا بزاف ديال الجوانب الاخرى، لان هادشي غيخلينا نحسوا باللي راه شي حاجه ناقصه ونقدروا ما نعرفوهاش وما نعرفوش الخلل فين كاين. وهادشي ايضا هو السبب ديال ان بزاف ديال الناس كيعيشوا في واحد الحزن اللي بعض المرات كيكون صعيب، بل وتقدر توصل حتى الكآبه، لانه بعض المرات ما عرفش شنو السبب ديال المشكل. لكن فاش كتقسم الامور على هادشي وكتقول واش انا اموري مع الروحانيه مع الله مزيانه، مع عائلتي وصحابي مزيانه، مع هادي مزيانه، مع الفلوس مزيانه، مع هادي، فهنا كيكون عندك واحد طريقه كيفاش تصغر حتى تلقى داك المشكل. فباش تفادى البورن اوت، باش تفادى بزاف ديال المشاكل، عندك الويلنس ويل، خذها طراسيها في شي بلاصه، خليها عندك،
امبريميها، حطها في البيرو، شي حاجه بحال هكا، باش تقدر تبقى ديما واعي بهذوك الحوايج اللي كاينين. وبالنسبه مثلا للناس اللي يلاه يبغيو يحطوا الاهداف ديالهم، يقدروا ياخذوا هادشي اون كونسيديراسيون، وفاش يبغيو يحطوا دوك الاهداف يحطوا اهداف على كل خانه. فاحذوا راسكم، ردوا بالكم من هاد النقاط، تهلاو في راسكم في جميع المجالات، وما تنساوش ديروا لايك. الا ما كنتيش داير سبسكرايب في القناه حتى هي ديرها، بارطاجي لا فيديو مع الناس اللي كيبان لك انهم يقدروا يستافدوا منه. تهلا في راسك، سلام.